أهلا بيكم، ازيكم عاملين ايه؟ هنتكلم النهاردة في حاجة مهمة قوي. جملة اسمعوها كويس. أنا احتياجاتي بتتسمع ولا بتتفهم؟ في زوج جالي في جلسة علاج زواجي بيقول لي كانت أول ما اتجوزنا بتعرف لوحدها إن أنا محتاج قهوة، دلوقتي لا، لازم أقول أنا محتاج قهوة. طيب يعني الست في الأول اجتهدت، وطبعا للأسف فهمنا للرومانسية وأغاني بقى اللي هو في حاجات بتتفهم وحاجات ما تتقالش والحاجات من دي، اللي هم أصحاب الأغاني دي نفسها مش عايشينها، ودي مش قصة حياتهم من أساسه. وإن الفيلم ده بيبقى فيه مخرج وفيه سيناريو كلنا حافظين، وإحنا في حياتنا نفسنا مش عايشين ده. يبقى أنا لما أعملها في أول الجواز يعني وتمشي مرة، لكن مش هعيش في حياتي كده. احتياجاتي لازم تتقال وتتسمع. احتياجاتي لازم تتقال وتتسمع. اوعى نتخيل ان الحب معناه ان احتياجاتك تتفهم او تستنتج، ولو ما اتفهمتش وما استنتجتش يبقى انت ما بتحبنيش وانا ما بحبكش، والحب بتاعنا ناقص، وحب الزمان ده وحب زمان والكلام ده بقى. لا، الاحتياجات طول عمرها بتتقال وتتسمع. ولو قعدنا نستنتج ونفهم احنا بنبوظ علاقاتنا على الفاضي. احنا بنعبي من بعض ونقعد ننتظر، والعداد عمال يعد، وانت تتقمص وتزعل وتسيب البيت، وانا ابقى شايفه ان الجوازه مش جايبه نتيجه. وكل العلاقات على فكره، مش الجواز بس، يمكن احنا بس عشان في العيادات النفسيه بنشوف العلاقات اللي فيها شراكه بتبقى اكتر. لكن انا مش هقعد انتظر ولا استنتج ولا احاول افهم لوحدي احتياجاتك، خصوصا بقى ان العلاقه الزوجيه بالذات ربنا سماها بين ذكر وانثى. مستحيل مستحيل هعرف اقرا احتياجاتك كذكر وانت هتقراها كانثى. والمصيبه اللي احنا لما بنسال، الولد بيروح يسال ولاد والبنت بتسال بنات، والعلاقه بين الاخوات ما بتبقاش قويه بشكل ان انا ممكن اروح اسال اخويا في حاجه عاطفيه او جنسيه. فطبعا القصه بتبقى محرجه قوي، ما تربناش على كده، فدي بتبقى مشكله كبيره. يبقى انا دلوقتي احط قاعده في دماغي كده كويس: احتياجاتي بتتقال، بتتسمع، لا تستنتج ولا تفهم. تلبيتها دي بقى انا اقولها في فيديو تاني، ولكن حاجه في السريع كده: تلبيه الاحتياجات بين اتنين عايشين علاقه طويله ليس لها علاقه بنحب بعض ولا لا. ليها اسباب كتيره، وليها مواقف كتيره، وليها حسابات كتيره، واهم حساباتها الوظائف اللي بنلعبها في العلاقه. احنا بنلعب ام واب، بنلعب زوج وزوجه، بنلعب ذكر وانثى. فكل الاحتياجات دي يعني مش تعالي نخرج فهي تسيب العيال بتذاكر وتخرج، مش تعالى نجيب ذهب فطز في جهاز البنت ونجيب ذهب. يبقى القصه هنا في حسابات كتير قوي في التلبيه، ونتكلم بقى في التلبيه دي في فيديوهات تانية. بس في الفيديو ده عايزه احط خط: الاحتياجات تتقال وتتسمع، مش بتتفهم وتستنتج. يا رب نكون استفدنا ويومكم حلو.